سلام خياتي، اليوم راح نشارك معاكم كسرة الشعير بنة لا تقاوم، وتجي طرية ما تجيش يابسة كامل. تاكلوا هكذا مع زيت الزيتون، بنة وحدها. تبعوا برك معايا للآخر باش تكتشفوا معايا طريقة التحضير. ما تنسوش برك تدعم القناة ديالي مازالها جديدة، دعموها باللايك والاشتراك باش نجيب لكم كامل الوصفات التقليدية الجزائرية. هنا اذا كما راكم تشوفوا عندي 2 كيلات سميد تاع شعير، وعندي كيلة مخلطة يعني تاع البصل، فلفل الحلو، وعندي فلفل حار قطعتهم كامل صغار، لازم تقطعوهم صغار. عندي 2 كيلات تاع سميد مع كيلة تاع البصل والطرشي والفلفل الحار، اللي ما يحبش الحار اكيد ما يديرش. وعندي الملح حسب كمية تاع سميد، وعندي ثاني 1/4 كيلة زيت الزيتون. زيت الزيتون وحدها اللي درت انا. هنا راح نخلط كامل ولا نبسل شويه كما نقولوا سميت ديالنا، ندخل كامل هذيك الزيت باش يجي الخبز ديالنا طري. هنا نبدا نجمع العجينه ديالي بالماء كما راكم تشوف. هذا السميد يجي تلاصق شويه في اليد. هنا ديروها طريه، انا هذا السميد ثاني راح يشرب الماء، يعني صعيب شويه باش يتجمع هذاك السميد باسكو يتفتت بزاف. بصح غير بالعقل راح تجمعوا العجينه ديالكم. هنا فرطها على بلان دو طرافاي هكذا باش يجيني يعني ساهل. شوفوا يعني كيفاش يتفتت، بصح مع العجين شويه يعني ما يحتاج هذا سميد العجين بزاف، يعني غير تلموها فقط. اذا جاتكم يعني تلاصق مليح في اليد، شمخوا يديكم بشويه تاع الماء كيما راني ندير انا هكذا، ونلم العجينه ديالي ونقسمها على 3 يعني كسرات صغار، لان هذا الخبز ما تقدروش ديروها كسره كبيره، راح يعني يتفتت في الطاجين. ديروها قيس يعني باش كي تقلبوها يعني يجيكم ساهل. والله دي فوا هكذا نديرهم صغار يجوا تحفه، نقطعهم هكذا بالطابع يعني طائري يجوا روعه. هنا راح نغطيهم ونخليهم يرتاحوا قيس ما يسخني الطاجين، ونبدا نفتح. هنا لازم بابي كويسون ولا طرشونه، المهم بابي كويسون خير. هكذا كي ديروا يعني الكسره ديالكم ما راحش تتفتت كي ترفدوها. نرشوا عليها شويه تاع سميد تاع شعير اكيد، ونبدا نفتح هكذا ونسقم الاطراف باش ما يتشققليش هذاك الخبز. يعني غير ندور هكذا ونبدا نفتح يجي يعني ديروه خشين شويه، ما ديروش رقيق بزاف باش ما يتفتتش يعني كي ديروه للطاجين، وثاني يجي طري. هنا راح نكمل نفتح كامل الكسرات ديالي بنفس الطريقه. دائما ديروا يدكم هكذا على الاطراف باش تجي يعني الكسره ديالكم متحوفه من الاطراف، ما تجيش كامل مشقه. هذا الخبز يجي يعني من اروع ما يكون، بنين ما شاء الله، سورتو كي درت فيه الفلفل الحلو والفلفل الحار والبصل راح يزيد يعني في البنه تاع هذا الخبز. خطرات ثاني نزيد ندير الطوماطيش، تقطعوه كامل صغير وديروه. هنا بعد ما سخن الطاجين ديالي ندير الخبزه ديالي، نديرها هكذا بورق كويسون هكذا. نبدا غير ندور كي نشوف يعني خلاص سخنت من تحت، نحي هذاك الورق كويسون ولا ورق الطهي، ونبدا يعني غير ندور هكذا ونقلب الكسره ديالي غير بالعقل يعني حتى تتحمر من جهتين، يعني يجي رائع هذا الخبز. خبز صحي سورتو للناس اللي يديروا الريجيم، هذا الخبز يعني روعه، ما تشبعوش كامل منه باسكو يجي الطري طري ما شاء الله. هذه هي اذا الكسره تاع شعير ديالنا بعد ما طابت. هنا راح نقسم معاكم، شوفوا كيفاش يجي يتفتت بكل سهوله، وثاني راح يقعد معاكم طري لمده يعني
حتى 3 أيام 4 أيام يقعد هكذاك، يقعد جديد يعني ما شاء الله. شوفوه يعني تاكلوه غير مع زيت الزيتون ولا مع الزيتون مع الجواز، يعني كيما تحبوا، يعني يجي روعة. شوفوا مام هذاك البصل داخل الفلفل كامل طايب. هنا راني قطعت كامل الخبز ديالي كيما راكم تشوفوا، جا روعة محمر وجا طري كيما قلت لكم، تاكلوه غير مع زيت الزيتون ما شاء الله. اذا نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، ما تنسوش برك دعم القناه ديالي اذا عجبتكم الوصفه ديالي باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. هكذا نخليكم بخير الى الوصفه القادمه ان شاء الله.